اليوم غادي نشارك معكم فخيطه ساندويتش كيجي لذيذ ورائع بزاف، وغادي نشارك معكم حتى الصلصه المرافقه ليه اللي كتجي بنينه بنينه ما تقنعوش منها. وفي مقيله غادي نديرو شويه ديال الزويته، وغادي نحطو الدجاج من بعد ما قطعناه على شكل طولي، وغادي نضيفو ليه الملح، فلفل اسود، بابريكا وثوم بودره وبودره البصل، وغادي نزيدو بودره البقدونس والكمون وشويه ديال الحار على حسب الرغبه. غادي نشحرو هاد الدجاج مزيان حتى كتطلع فيه النسمه زوينه. غطيت عليه واحد شويه باش كيطيب مزيان، ومن بعد غادي نهز دوك القطع ديال الدجاج غادي نخليهم في واحد الطبسيل، والمريقه اللي بقات ليا غنضيف ليها بصيله غنشحرها عليها مزيان، وغادي نزيد ليها فلافل الوان، وتقدروا تزيدوا العطريه بحال اللي زدنا في الاول، ولا تكتفيو غير بالملحه والبزار. كنشحر الفلافل والبصله حتى كيوليو لنا دابلين بحال الشكل هذا وطايحين مزيان. من بعد غادي ندوزو باش نصاوبو الصلصه. غنحتاج في الصلصه جوج يوغورت طبيعي بدون سكر، وغنحتاجو قليل من التوابل ديال الفاهيتا اللي ذكرنا في الاول كلهم، وغادي نزيدو واحد جوج معالق كبار ديال لا مايونيز، وغادي نزيدو واحد العصره ديال نص حامضه، وغنحركو كلشي مزيان. نخلطو هاد المكونات ونزيدو شويه ديال الحار. بالنسبه للحار تقدروا ديروا هذا اللي على شكل صلصه، ولا ديروا من الاحسن اللي كيكون بودر السودانيه بودر، تتجي بنينه بزاف في هاد الصلصه هذه. من بعد كناخذوا خبز ديال الطاكوس، غادي نقادو فيه شويه من الصلصه، وغادي نحطوا الدجاج اللي طيبنا، وغادي نديروا من الفوق شي شويه ديال فرماج احمر انا اللي درت هنايا، تقدروا ديروا اي نوع كان متوفر عندكم. وغادي نضيفوا الخضره اللي شحرنا. من بعد غادي نزيدوا شويه من الصلصه، وغادي نطويو الخبز الطاكوس ديالنا، وغادي نحمرو غير في المقله نفسها فاش طيبت وهي مازال بالمرقه ديالها. غادي نحمر فيها هذا الخبيز هذا حتى كيتحمر، ومن بعد نقدموه بالصحه والراحه. جربوا هذه الوصفه راه تتجي لذيذه لواحد الدرجه ما تتصورش. شكرا لكم وشكرا على المتابعه، نتلاقاو في الفيديو الجاي. بسلامه.